وزارة الأوقاف ماذا فعلت بديننا؟ قوضت عراه ومسخت مفاهيمه وشوهتها وقلبت الحقائق في هذا الدين، ومارست الدكترة والإقصاء ضد كل من لا يوافقها على آرائها. وصارت وزارة الأوقاف أكثر من وزارة الداخلية في التجسس على الخطباء والوعاظ ومحاسبتهم على الكلمات والألفاظ. وزارة الأوقاف هذه الوزارة التي قلبت التوحيد إلى الشرك، وأوعزت إلى العالمين بأن المظاهر الشركية هذه هي التوحيد، من تقديس الأولياء وتقديس الأضرحة وإقامة المواسم الشركية. الوزارة تقول هذا ليس شركا، إذن هو توحيد. انظر إلى قلب المفاهيم ومسخها. دينكم يمسخ، دينكم تقلب فيه المفاهيم وتقوض عراه واحدة تلو الأخرى ولا أحد يتكلم. وزارة الأوقاف تعاملت أو حاولت أن تنشر وتعمم ما يسمى بالخصوصية الدينية للمغاربة. هل تعرفون معنى الخصوصية الدينية للمغاربة؟ بمعنى كاين واحد الدين عنده الجنسية المغربية، عنده الحدود ديالو، بحال الجنسية الجزائرية عندها الحدود ديالها، والجنسية التونسية وانت غادي تجنيس الإسلام. الخصوصية الدينية للمغاربة معناه الحفاظ على التراث الديني بكل ما فيه من صواب وخطأ، الحفاظ على التراث الديني المغربي بكل ما يحمله من حق وباطل. ولذلك عادات وتقاليد ترعاها الوزارة باسم رعاية الدين، وهي لا علاقة لها بالدين. حاولت الوزارة أن تنشر هذه الثقافة بين المسلمين، وهذه من أخطر الأمور. كثير من الناس لا يعرفون مدى خطورتها على هذا الدين، ولكن أهل العلم يدركون ويعرفون حقيقة هذه الدعوة، لأنه ترتب عن هذه الدعوة ألا نأخذ، أسمع الشريف، ألا نأخذ شيئا من ديننا من أي عالم خارج الحدود المغربية. إلا جبتي شي علم من عالم في مصر كيقول لك هذا العلم ديال الشرقيين، جبتي شي علم من العلم ديال اليمن هذا العلم ديال الشرقيين، جبتي شي علم هو علم إسلامي، علم شرعي موافق للكتاب والسنة، هذا علم شرقي. والغنى الشرقي والأفلام الشرقيين كل شيء يدخل البلاد، أهلا مرحبا، غير العلماء هذه وحدة. إلى سيدي شي عالم من برا غادي يجي للبلاد باش يستافدوا منه المسلمين، كتنوض القوى العلمانية كيقول لك سيدي احنا ما بغيناش العلماء يجيو يعلمونا الدين،
حنا كاينين العلماء ديالنا حين شايفينهم وكيقول لك حنا عندنا الدين ديالنا، ما نجيبوش شي دين من الشرق. ولذلك كيقولوا الدين الشرقي، الدين الوهابي، الدين الخليجي، الدين كذا. هذا بناء على هاد ثقافة ديال الخصوصية الدينية للمغرب، بأن المغاربة عندهم دينهم ما يحتاجوش يجيبوا شي حاجة من برا. لا، أهل الإسلام وأهل الإيمان يكمل بعضهم بعضا. علماء الخارج يكملون علماء الداخل، وعلماء بلادنا يكملون علماء البلاد الأخرى. لا حدود للعلم. العلم الشرع عباد الله لا حدود له، لا خصوصية له. العلم يبقى علما، ما حرمه الله ورسوله في كتابه يبقى محرما. ما تقولش لا احنا في المغرب عندنا حلال وإحنا عندنا الخصوصية الدينية ديال المغرب ولا نسمح لدين إسلام، واخا دين إسلامي عنده جنسية أخرى أنه يدخل ويقول لنا هذه حرام. هذا هو، هذه مصيبة هذه، وهذا تقويض هذا. ولذلك الآن سير استدعي شي عالم يجي من برا وتشوف اش غادي يديروا عليك. وزارة الأوقاف، مشينا مع وزارة الأوقاف تعدينا عليها بزاف. قالت لك سيدي المذهب المالكي، قلنا لهم أهلا وسهلا ومرحبا. عاوتانا القضية ديال المذهب المالكي باش ما تجيبش الكلام الصواب والحق من المذهب الشافعي مثلا والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي. سدوا عليك عاوتاني الباب. احنا سيدي على المذهب المالكي. وعلاش نتوما منين ضغطوا عليكم العلمانيين بأن الدرية خصها ما تبقاش عليها الوصاية ديال باها، وأنها ولات البنت ولات مديرة ديال الشركة، ولات كتسوق الطيارة، ولات كدير وتتفعل، وفي الاخر منين تبغي تزوج ضروري خص باها يزوجها، خص هادشي ما يكونش. ضغطوا ناضوا بداو كيقلبوا في المذهب المالكي. اش لقاو بأن الزواج بغير ولي زواج باطل. وإني مشكلة دابا حنا كنقولوا حنا تابعين للمذهب المالكي وهادو ضاغطين علينا وهازين لينا العصا فوق ريوسنا، واش غادي نديروا دابا؟ قالوا غمضوا عينيكم وسيروا للمذهب الحنفي. مشاو تيقلبوا في المذهب الحنفي ولقاو في بأنه يجوز تزويج البنت بغير إذن وليها، بغير وليها. قالوا هذه مزيانة، وخداوها داروها في مدوخة الأسرة. هما ولاو حنفيين ما بقوش مالكيين. إذا قضية رفع يافطة أننا المذهب المالكي إنما رفعت فقط لمحاربة كل ما جاء من غير المذهب وهو كلام مناسب وموافق للكتاب والسنة. هذا هو المقصود.